بعد ما خلصنا الجزء الاول وعملنا تنعيم للبشرة وفتحنا الصورة، فتحنا البشرة بتاعة العرسان، وظبطنا إضاءة الخلفية، تمام. هنبدأ ده الصورة بعد ما احنا ظبطناها شوية كده، ده كده قبل أي حاجة، ده كان ظبطة بسيطة بعد ما فتحناها كارو، تمام. ده كده بعد ما اشتغلنا عليها، تمام. هنعمل لاير تاني، وهنيجي نحدد، او مش هنحدد، هنيجي نختار الأداة هنا دي بالشكل ده، نصغرها شوية كده، هنعمل كده. هنيجي عند العروسة ونعمل نفس الكلام. ظهرنا العين شوية، ممكن لو بقت اوفر هنقللها، خليها كده مثلا 65%، تمام. في حاجة هنا برضو عايز اظبطها، تمام. هنيجي نعمل شرب بالمرة كده، الفروقات بسيطة مش هتبان جدا يعني، بس يلا بينا نشتغل بقى على الخلفية بتاعة الصورة والألوان عشان نخلي شكل الصورة مختلف، تمام. هنيجي عند selective color وهنختار لون نشتغل عليه، تمام. نكبر الصورة بس شوية، ونيجي عند أول حاجة اللون الأبيض، هنبدأ نعمل كده، هنخليه موجب 23 أول حاجة، تمام. تاني حاجة كده هنجرب لو كده بقى ايه، كده بقى ايه كده، ده الموف كده مدي على اخضر، تمام. فاحنا هنخليه مايل للاخضر سيكا، يعني هنخليها -8، تمام. في اليلو هنا، احنا لو عملنا كده هيبقى اصفر، لو عملنا كده هيبقى ابيض، فاحنا هنخليها على ناحية الابيض -50. اخر حاجة البلاك، لو عملناها كده هتبقى ازرق، لو عملناها كده هتبقى ابيض، تمام. فاحنا هنخليها ناحية الازرق حاجة بسيطة، يعني موجب 23، تمام. هنيجي عند الاسود، هنرفع هنا ده -1، هنا -2، -2، هنا هنخليها -2 برضو، خليها تمام. خلي دي -1. نطلع هنا هنقلل، نحاول نوازن الالوان شوية، تمام بس، تمام. هنيجي عند الاخضر، الزرع اللي وراهم، وهنبدأ نظبط اللون بتاعه، تمام. طبعا انا فتحت فمش هيأثر معانا في اي حاجة، هيبدأ يبان في الالوان التانية،
تمام. نيجي عند الاصفر، نبدأ نظبطه. هنا -30، هنا هنفتح شوية -20. نيجي عند الأحمر، حاجات كده لازم تقعد تجربها، تشوف انهي اللي لايق وانهي اللي مش لايق. تمام. هنا ده تفتيح اللون شوية. تمام. فانا هفتح على قد ما اقدر شوية. تمام. اللون الازرق ده بيأثر على الفستان ومأثر على البدلة ومأثر على حتة في السما. تمام. احنا لو كده جينا قفلنا ده وشغلناه هتحسوا بالفرق. تمام. هنعمل selective color تاني. نيجي عند الابيض، ظبطنا شوية حاجات بسيطة بس. تمام. هنعمل دمج، هنعمل دبل لاير، هنفتح كاميرا رو فلتر. لو في حاجة محتاجة تتظبط معانا هنكمل عليها. ممكن البلاك نغمق شوية، الوايت نغمقه حاجة بسيطة برضو، نرفع الشادو حاجة بسيطة. تمام. نيجي عند الألوان، الكولر ميكسر، نفتح البشرة بتاعتهم حاجة بسيطة. اللون الأخضر نفتحه برضو. هنا لون السما اهو ولون الفستان. تمام. ده لون البشرة.
نفتح الكالبريشن وهنظبط هنا حاجة بسيطة. نجي عند الأحمر خليه نسالب شوية. أخضر خليه كده. ندوس اوكي. بس الصورة بتاعتنا كده. كل اللي عليك ان انت هتحط اللوجو بتاعك وتمام كده. بس احنا ممكن محتاجين نفتح الحتة اللي تحت دي شوية. هنعمل دبل لاير. هنيجي هنا عند كاميرا رو فلتر. وانا بصراحة مش متذكر بالظبط، لان كاميرا الرو فلتر ده انا حدثتها، ف الفيرجن الجديد ده انا مش حافظ اماكن الحاجة قوي. تمام. هي هنا في الحتة دي تقريبا دي. اه نعمل كده وهنبدأ نعلي الاكسبوجر شوية. نخليه 35. ندوس اوكي. فتحت معانا حاجة بسيطة اهي بقى، يعني ايه لون الفستان متناسق شوية. تمام. ممكن نعمل دبل لاير تاني ونفتحها شوية كمان عادي، برضو مفيش مشكلة عادي. هتيجي هنا، هتيجي عند اللينير، هتعمل كده بالشكل ده. تفتح بالشكل ده وتدوس اوكي. موضوع بسيط مفيهوش اي حاجة. تمام. هنيجي نعمل دمج لكل دول كده مع بعض. هنيجي هنا عند القميص بس بتاع العريس عشان واخد لون مختلف شوية، خليه مدي على ابيض. تمام. بقى كمان احنا في عندنا الشمس تقريبا هنا اهي. نيجي نعمل كده اضافة هنعمل سكرين. تبقى زي كده، وهتقلل الاوباستي بتاعها شوية، خليها 50 مثلا. كده بقى عايز تحطها هنا، عايز تحطها هنا، على حسب ما انت عايز. كده كويس. تمام.
بس كده. يلا، سلام.